هو ليه الملائكة اعترضت لما ربنا أخبرها بخلق آدم وجعله في الأرض خليفة؟ وهل كان سبب اعتراضها إن ربنا اختار مخلوق تاني غيرها؟ وهو ليه أصلاً الملائكة فكرت في آدم وذريته بالشكل ده من الأساس؟ هل قالت ده لأنها شافت مخلوقات قبل آدم عاشت على الأرض وسفكت الدماء وانقرضت قبل آدم مثلاً؟ ولا استنتجت دوت من الصراع الدموي اللي شايفاه على الأرض بين الحيوانات في كل يوم؟ ولا لأن الجن كانت على الأرض قبل خلق آدم فسفكوا الدماء وأفسدوا فيها؟ وإزاي آدم قعد تمثال ساكت ساكن هامد في وسط الجنة والفترة طويلة من الزمن قبل نفخ الروح؟ وإيه اللي عمله إبليس مع آدم في الفترة دي؟ وإيه السر اللي عرفه إبليس من آدم في الفترة دي خلاه يحس بالانتصار؟ هو ده وشوية حاجات تانية اللي جاي أحكيهولك النهاردة عن قصة آدم، فيلا بينا. تعال أحكي لك الحكاية من أولها عشان تتخيل المشهد من بدايته. في مشهد رهيب مهيب في الجنة وفوق السماء، مشهد مستحيل تقدر توصف جماله أو جلاله أو هيبته. فالمكان مليان بالملائكة اللي بترفرف بأجنحتها في كل حتة فيه. في المكان ده مفيش صوت مسموع إلا صوت الملائكة وتسبيحها وتقديسها لربنا وبس. والكل في المكان ده مستني أمر عظيم وكبير، وده طبعا بعد ما الملائكة تلقت أمر من ربنا بالسجود لمخلوق جديد لسه ما يعرفوش عنه أي حاجة. مخلوق جديد كل اللي يعرفوه عنه إنه مخلوق من تربة كوكب بعيد اسمه الأرض. فكان الأمر من ربنا ليهم إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ولأن الملائكة ما بتعصيش أمر ربنا سبحانه وتعالى فما اعترضتش على السجود والخضوع، ولأنها عارفة إن بعض أوامر ربنا ممكن ما تكونش مفهومة أو مفسرة أو معللة، وإن بيكون الهدف منها والامتحان بالتسليم والخضوع وبس، فما اعترضتش على أمر ربنا ليها بالسجود. لكن دخلت في حوار مؤدب مع ربنا، وده لما ربنا أخبرها بمهمة المخلوق ده وإن ربنا اختاره في الأرض خليفة. فحوار الملائكة ما كانش بسبب اعتراضها على اختيار ربنا المخلوق تاني غيرها، زي ما اعترضت مثلا بنو إسرائيل على اختيار ربنا الجالوت، وزي ما اعترضت كل الأمم الكافرة على اختيار ربنا لأنبيائهم. لا لا لا، لكن حوار الملائكة كان على سبيل الإيضاح والاستكشاف عن وجه الحكمة في الاختيار ده، مش على وجه الاعتراض والتنقيص من بني آدم. وهنا بقى خلاف مش مهم، وهو إيه اللي خلى الملائكة تقول أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هو إيه اللي خلى الملائكة تفكر في آدم وذريته بالشكل ده؟ فهل قالت ده لأن كان في حد بيسكن الأرض قبل خلق آدم؟ ولا قالت ده لأجل الصراع الدموي والبقاء للأقوى اللي شايفاه بين الحيوانات قبل خلق آدم بملايين السنين؟ كل ده ربنا أعلم بيه، ولو كان في فايدة كان ربنا ذكره لينا. المهم إن الملائكة عرفت بالحوار ده إن المخلوق ده ربنا كرمه واصطفاه واداله شأن كبير ووظيفة كبيرة، لدرجة إن ربنا أمر الملائكة بالسجود ليه. وبالفعل خلق ربنا آدم وصوره في أحسن صورة مذهلة في الجمال. وقبل ما ربنا ينفخ فيه الروح ترك آدم تمثال ساكن في وسط الجنة والفترة طويلة من الزمن، وظل آدم بدون حركة أو روح وسط الأنهار والأشجار والطيور والزهور. وفي ساعة سكون اتسلل بين الأشجار مخلوق بينتمي لعالم الجن، جني واسمه إبليس. اتسلل بين الأشجار عشان يستكشف المخلوق الجديد ده، فبدأ يقرب أكتر من التمثال ده فلقاه بارع الجمال، فبدأ يطوف حواليه ويتأمله ويفحصه ويتعجب، وقعد يدقق فيه ويتأمل عينيه وشعره وجسمه وكل حاجة فيه، بيدور على أي حاجة يحس بيها إنه أفضل من التمثال ده. وفجأة شاف حاجة خلته يطير من السعادة. أخيرا شاف في آدم الحاجة اللي حسته بالفخر والخيلاء وحس بيها إنه أفضل من التمثال ده. اكتشف إن التمثال اللطيف ده جواه فراغ داخل جسمه وإنه أجوف من الداخل، فاعتبر ده نقطة ضعفه. وهو ده بالظبط اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله في صحيح مسلم، قال: لما خلق الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، وجعل إبليس يطيف به وينظر إليه، فلما رآه أجوى فعرف أنه خلق لا يتمالك. ويعني إيه لا يتمالك؟ لا يتمالك يعني ما بيملكش نفسه عند الغضب، وما بيملكش نفسه عند الشهوة، وما بيملكش نفسه عند وسوسة الشيطان، وما بيملكش نفسه عند المفاجآت والهزات والمصايب. باختصار إبليس لقاه فاضي من جوه وأجوف فعرف إنه ضعيف. فأعلن إبليس من اللحظة دي حربه ضد شخص لسه ما اتكلمش ولا اتحرك، ضد شخص لسه ما اتوضعتش فيه الروح. كان بيدور لآدم على نقطة ضعف زي ناس كتير في حياتك برضو بيدوروا لك على نقطة ضعف عشان بس يحسوا بقيمتهم. وبدأت نار الحسد تولع جوه إبليس لغاية لما جت اللحظة الحاسمة، وهي لحظة نفخ الروح في آدم. وتخيل معايا بقى، اصطفت الملائكة ووضعت أجنحتها خضوع لأمر ربنا سبحانه وتعالى، وبدأت تنحني وتخر سجدة لآدم. كان مشهد مهيب بكل تفصيلة فيه، كله فرح وطاعة، وما كانش فيه حاجة بتعكره إلا غطرسة وكبر إبليس اللي رفض إنه يسجد لآدم. انتهت لحظات السجود المهيبة دي، واشتد غضب ربنا على عبده إبليس اللي حوله الحسد من مخلوق جميل ومقرب لشيطان رجيم. وهي كده الطاعة،
أفضل شيء تحصل بيه المنازل، زي المعصية هي أكبر شيء تخسر بيه مقامك. ربنا كان قادر بعد رفض إبليس السجود إن يسحقه أو يرميه في النار، لكن اداله الحرية واداله الفرصة عشان يرد ويقدم عذره. لكن إبليس كان عجيب وكان عذره أسوأ من فعله، فربنا سأله عن سبب تمرده وعدم سجوده وقال له: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ لكن الحسود المتكبر ملقاش حاجة يبرر بيها فعله غير إنه يقول: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فربنا سأله واداله الفرصة عشان يتوب ويرجع، اداله الفرصة عشان يقدم اعتذاره، اعتذر على الأقل. لكن إبليس كابر وعاند، وكان رده أسوأ من فعله، لأن رده كان فيه تطاول على رب العالمين. فقال في عنجهية: أنا خير منه. طب هو ربنا سألك مين الأفضل؟ طب هو ربنا مش عارف مين الأفضل؟ فكان إبليس أول متنمر متكبر متفاخر بأصله، احتقر آدم لأنه من طين مع إن دي ما فيهاش ذنب ولا منقصة لآدم، ورفع نفسه لأنه من نار مع إن دي ما فيهاش رفعة ولا مفخرة ليه. فأصلك مش إنجاز، لكن هو هبة من ربنا ليك، خلقك ملاك أو خلقك بشر. فإبليس كبر وأعماه وسط كل التقدير ده من ربنا لآدم، فما قدرش يشوف في آدم غير إنه من طين. ساب دقة خلقه وساب عشرات المليارات من الخلايا وعشرات الأميال من الشرايين والأوردة اللي أذهلت العالم قبل الجاهل، ومسك بس في إنه مخلوق من طين. فظن بغروره إن النار أعلى قيمة من الطين، على الرغم من إن الطين أنفع، زي ما قال ابن القيم بالظبط. فالكبر أعماه عن نعم ربنا الكبيرة والكتيرة، واشتغل بس إنه يدور على عيوب غيره، ونسي قد إيه ربنا أكرمه وجعله وسط الملائكة في الملأ الأعلى. وهو ده الحسد. في ناس مش هتشوف فيك غير الوحش حتى لو كنت كلك جميل، وهيركزوا بس على اللي يعيبك وينقصك في نظرهم. الحسد عمى إبليس إنه يشوف إن الطين أنفع من النار، فالطينة بتبني بيها بيت بيحميك وبترمي فيها بذرة بتغذيك، لكن النار فيها الطيش والسرعة والحرق. وهنا بقى انتهت مرافعة إبليس في دفاعه عن نفسه، وسكت الجميع في انتظار حكم ربنا سبحانه وتعالى فيه. فإيه كان نتيجة المرافعة دي؟ وإيه كان جزاء إبليس ومصيره؟ وإزاي ابتدت حياة آدم في الجنة؟ وإيه الأمانة اللي ربنا حملها وامتحن بيها آدم؟ وإيه هي معصية آدم اللي ربنا وصفها في القرآن بالنسيان؟ والأهم من ده كله، مدام آدم استغفر وربنا تاب عليه، فليه بقى ربنا أخرجه من الجنة؟ هو ده وشوية حاجات تانية اللي هنتكلم عليه بالتفصيل في الحلقة الجاية بإذن الله. سلام.